أهلًا وسهلًا إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم كذلك بخير. الموضوع اللي داير ضجة نجاة عتابو. بنت نجاة عتابو مسكينة، أنا تقولوا لي علاش قلتي مسكينة وهي خاطفة الراجل وتسناو تسمعوا الأخبار. بنت نجاة عتابو اللي كنعرفوها دائمًا ضد الظلم على المرأة، ودائمًا كتقول بأن الراجل خصو يتهلا في المرأة ما خصوش يتعدد عليها نا. بنتها تزوجات بواحد عنده 3 ديال الوليدات وباقا على الذمة ديالو، يعني ما مطلقاش. بنت نجاة عتابو ما عليها ما بها دارت العرس ديالها مسكينة نية غادة فرحانة ناشطة هادي، حتى كتشوف تتفاجأ شوف تيفي طالعة مرت هذاك العريس اللي هي أم ل3 أطفال، اللي ما فراسها ما يتعاود لي يلاه دوا معاها ما عرفت شحال من ساعة وقال لها راني مريض وفيا الكونسير وكنتقي الدم وطاطاطاطا. إنسان لاعوب غدار. فكتفاجأ طلعت حطات ليه لي بوين، يعني حطاتو ليه في السطل واللي جاي طل دار بوم داك الفيديو وصل لنجاة عتابو العائلة ديالها بيان سور لأن في شوف تيفي وصل لبنت نجاة عتابو. والناس كانوا يعتقدون أن بنت نجاة عتابو زعما راه عارفة مزوج لا طلعت بنت الأصل وهذا ما كنا ننتظره. السيدة باقا في الحنة تصوروا بالحنة ديالها خسرات الفلوس الملايين صحيحة في العرس ديالها. داكشي واعر في العرس وداكشي في الاخر السيده كتفاجئ ان السيد غدار. كتعرفوا من 2008 من 2008 حتى ل 2025 7 سنين ديال مع ديال هي كتعرفوا 7 سنين هو كيكذب عليها، 7 سنين وهي كتهضر معاه ليل ونهار، 7 سنين وهي كتفق معاه، 7 سنين وهي يعني فرش لها الزرابي كما تنقولوا الاحلام. في الاخر السيده كتلقى راسها انها مع واحد غدار كذب عليها. غير هي السؤال كاينه شي حاجه اللي ماشي تالين، لانها باش يتزوج بها الا كانت هي في راسها ما يمكنش، خاصهم يعلموا المراه لان التعدد خاص تعلم المراه وهذه ولادي باش موافقه لان باقي الذمه ديالها. ثانيا الا كان كذب عليها خاصو شهاده العزوبه، شهاده العزوبه كيفاش غادي يجيبها هو مزوج، يعني كاين شي حاجه ما راكباش. بغات تدخل في التفاصيل شي حاجه ما راكباش هنا. فبنت نجاة عتابو كتعلن انها انفصلت طلقات قل من 24 ساعه العرس ديالها. وهذه هي المثال ديال المراه المغربيه، ماشي بحال بعض الشيطات اللي كتمشي كتعرف واحد عنده 4 الوليدات ولا 3 ولا 5 وكتقول لك زعما هي نزقه وكتدي داك الراجل لوليداتو من وليداتو ومن مرتو وكتبقى تبين ليه بان كتفرش ليه الورود. دوك المدلولات دوك الشيطات على حبابهم. بنت نجاة عتاب ولا ماشي منهم. بنت نجاة عتاب من العيالات الحرات المغربيات المأصلات اللي كتحس ببنت بلادها وكتقول لهذيك السيده راه ما كانش في راسي وهذه وعلنات الطلاق ديالها من هذاك السيد فرتكات معاه ونهار الاثنين قالت كتكون في المحكمه. فبنت نجاة عتابو عطات المثال للمراه المغربيه الاصيله اللي كدير يد في يد مع المراه، وعطات المثال ديال انها ما كتقبلش على راسها الذل. انا من عندي كنقول لك بنت نجاة عتابو ما عرفتش سميتها، تحياتي لك وترفع لك القبعه. الزوجه ديال هذا الخاينه الغدار صدق الحماره ل 7 فرانك وسمحوا لي على هاد سميتو، صدق لانيني لا حب الملوك كما تيقولوا. فطلعت مرتو حطاتو ليه السطل واللي جاي طل. فكيسحابو هو مزق هو المطور بغا يدي جوج ديك ضرب عصفورين بحجر ساعات تضرب. هو قال لك جاي تصيد هي ديال هاد الراجل نجاة. ديال هذا الراجل هذا اللي مجوج اللي تزوج باقي على ذمه بنت نجاة عتابو. ساعه ما دا منا باش ينقي اسنانو دا الفضيحه وتشوه وقالوا لي اديوس اميغوس. صدق لهنا لهنا الغدار تيبقى غدار. ف هذا خصو يكون مثال، هذا اللي خصو تكون عبره لبعض المدلولات. لا اعمم، كاينين بعض المدلولات اللي كتمشي كتقول لك انا واعره على مرات فلان نمشي ناخذ الراجل نعيش معاه، انا واعره على مرات فلان وهذه، وكتمشي كدور بداك الراجل والراجل كيكون عقلو طايش كدور به تيجي كيتعدى على مرتو كيضربها كيعايرها. هذه كتولي المراه مسكينه اما خارجه تتخرج مسكينه طويله ولا كتمشي تطلب مسكينه انها غير تفارق مع داك السيد. كيصدق هذيك خيتي زعما عند بالها هي الواعره كتمشي كتدخل هذاك الدار ما كتدخل. اللي شوفوا اللي تعدى على وليه واللي ادي مراه راه غير اديك اللي ادي مراه راه غير اديك انتي، راه ماشي انتي مستثنيه. راه ملي تحسي ببنت بلادك وتحسي بمراه راه ربي غيجيب ليه حسبك. زيدون الراجل مجوج ماشي ديال الزواج. تقولوا لي التعدد هو اللي عنده شروط. على هذا تعدد؟ على اللي تيكذب على مرته ويكذب على هذه اللي مزوج بهذا تعدد؟ هذا هو التعدد، هذا هو شرع الله ماشي تعدد. اللي بغى يتعدد كيمشي عند مرته الاولى كيقول لها فوالا بغيت نتزوج هذه تشاوري، ما بغيتيش كتطلقي اولا كتستمري. ماشي كنمشيو كنغدروا عيالاتنا من الظهر وكنمشيو كنخطبوا وحده بلا خبار مرت الزوجه ديالنا ونمشيو ونديروا العرس ونديروا هذه. الغدار تيبقى غدار. وهنا هذه رساله لمرته ما خصكيش ترجعي ليه بحال هذا. فكنظن ان خدات واحد الدرس في الحياه ديالها ما تبقاش تثق فيه وخاصه تفارق معاه باش ما كان. شوفي الدراري كيكبروا اللي كتمر من نفس الظروف
كنقول لك طلّقي من ما يستاهلكش، هذا غدار، هذا 7 سنين وهو تيهضر مع بنت نجاة عتابة وأنتِ مزوجة به، على أساس أنه عازب ب3 ديال الوليدات. شنو دان بدوك الوليدات مساكن، شنو دان اللي ولدات أمهم مع واحد ماشي راجل، يعني واحد غدار، واحد نصّاب، يعني باش يكذب على وحدة ويدير. شوفوا خوتي، شوفوا فين وصلات. واحد نصاب، انا كنسميه نصاب لان كيفاش تنصب على السيده مسكينه، ضحكتي عليها، السيده شوهتيها قدام العالم انها مزوجه، هي مشات فرتكاتها معاك، درتي راسك عاوتاني تزوجتي ومزوج بهذيك عندها 3 الوليدات خليتيهم لا سمحتي فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. بحال هذا المثال هذا كاينين صراحه للاسف عندنا في المجتمع، ولكن شكون اللي مدصر بحال هادو؟ بعض الوحدينات اللي تيكونوا تا هما الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، شي برغوشات وهذا كتكون كتقول صحابها هي مزقه. هذه رسالتي والله العظيم، اللي عنده اختو، عنده بنتو، عنده اختو، مرتو، اختو، بنتو، خالته، عمته، حاولوا تعطيو راسكم العز. راه اللي تعدى على المره الاولى والله حتى كيتعدى على المره الثانيه. راه اللي غدر المره الاولى والله تيغدرك حتى انت. راه كما تدين تدان. راه ما ديريش فيها انت واعره، وانت غادي انت اللي غتسيطري على لو تيريتوار. زعما المره الاولى راه كيحطوا فيها. دابا المشكل هو المجتمع المغربي ديالنا ملي كتطلق المراه كيحطوا فيها جميع العيوب. اول حاجه كيضربوا لها في العرض ديالها، وثاني حاجه كيحاولوا يحيدوا لها ولادها، وثالث حاجه كنهضر على العائله ديال الزوج، ثالث حاجه كيحاولوا انهم يخسروا لها الصوره ديالها. ولكن هيهات هيهات. تحياتي للقضاء وتحياتي للمدونه ديال الاسره المغربيه اللي كتحمي المراه. وكنطالبوا زعما بتطبيق المدونه الجديده، وكنطالبوا مازال بزاف ما يدار الصراحه في هادشي ديال المراه. والله الا مازال بزاف الحوايج يداروا، لان المراه مازال شوف، كاين مجهودات وكاين هادي وكاين حوايج زوينين، ولكن كاين شي حوايج عاوتاني مازال خصهم يتخدموا في مدونات الاسره. قسما بالله مازال المراه ام الوليدات مازال كتعذب، مازال كتشرد. ما كرهناش يطبق القانون بحال ديال فرنسا. غيقولوا لي لا فرنسا وحنايا لا يطبق، لان الوليدات خصنا دائما نشوفوا مستقبل ديال دوك الوليدات في العلاقه الزوجيه، ولا ملي تيكون الطلاق نشوفوا الوليدات يعيشوا بخير وما نعقلوش على الطرف الاخر. المهم اخواني اخواتي، المهم انا بردت جنوني في هذا الفيديو في دوك اشباه الرجال، وسمحوا لي خوتي، وتحياتي للرجل المغربي اللي ضابط اموره مهلا في مرته وفي وليداته، ماشي بودينه وما كيسمعش لهنا وهنا. المهم خرجت شويه على الموضوع. المهم تحياتي لبنت نجاة عتاب، وتحياتي لنجاة عتاب، وشكرا لكم انكم عطيتوا واحد المثل، مثل المراه المغربيه اللي ما كترضاش تدل بنت بلادها ولا المراه اخرى. غادي يجيب لك ربي ما احسن، وغادي يعوضك ربي. والمغرب كامل العيال من طنجه للقويره كلشي كيراضي عليك بنت نجاة عتابو. والله يحفظك، هادشي اللي كاين. الله يحفظك والله ينصرك على من عاداك، والله يفكك منه بخير وعلى خير. وانت سير الله يشد فيك الحق، كما ضحكتي على 2 وليات ولكن صدقتي. لا اي ا لا 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 اي هي ديك الحماره 7 فرانك. سلام عليكم اخواني اخواتي. برد جنوني في هذا الفيديو لان اصلا خصني نهضر في هذا الموضوع، وكانت جات هذه الفرصه هذه، وهذا الشيء علاش دويت. وتحياتي دائما للرجل المغربي الاصيل، ولد بلادي، اللي كيبغي مرته وبغي وليداته وكيحافظ على اسرته وبارز وجوده ومهلي في مرته. لان المراه راه الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيوصي على المراه اللي كيتهلا في مرته راه كيتهلا في كل شيء. اللي كيتهلا في مرته وكيتهلا في وليداته هذا كاع ما تخافوا منه. اللي كيحقر على مرته وتيضرب مرته وتيعاير مرته، هذا انا بالنسبه ليا كملوا ما عندكم خليوه في كومونتير. استودعكم والى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.